تخيل معايا تدخل للدار وكلشي فيها عادي، ولكن ملي كتخرج كتكون متيقن 100% بلي شي حاجة كانت معاك وما كنتيش بوحدك في الدار. اليوم غادي ندويو على واحد القضية اللي دارت واحد الجدل في المغرب في بني ملال، واحد الفيلا الاسم ديالها تيط من الليل، اللي كيسميها الناس كاملين اي واحد جا لداك الدار ما كيسكنش فيها. القصة غادي يعاودوها لنا الناس اللي سكنوا في ديك الفيلا. قالك في الاول كانت الامور ديالنا مزيانه، كنا عايشين واحد الحياه اللي زوينه وشرينا فيلا زوينه بواحد الثمن اللي مناسب، ولكن غير دازت واحد الايام قليله بداو كيشوفوا شي حوايج اللي غرابين. قالك كانوا كيسدوا البيبان ديال البيوت وكذا، كيرجعوا كيلقاو البيوت مفتوحين. كيفاش؟ باللي كيسمعوا شي اصوات غرابين، كيقولوا بلي ان غير الجيران اللي حدانا. والجيران واحد نيراتي جاو عندهم وقالوا لهم بلي حنايا راه بلي كنسمعوا عندكم الصداع والاغاني. كيفاش هادشي هذا؟ قال له فوقاش سمعتي هادشي؟ قال له البارح. قال له انا اصلا البارح ما كنتش، هما اصلا كانوا البارح مسافرين وما عاد جاو في الصباح. صافي هنا العائله خافت قالوا بلي ان القضيه ماشي هي هذيك، وبداو كيفكروا بلي انهم يرحلوا، ولكن قبل ما يرحلوا عيطوا للبوليس. جاو البوليس لذاك المكان باش يفهموا شنو واقع، حتى هما تفاجئوا. كيفاش حنايا مولين الدار هما قدامنا والدار فيها النشاط والغوات وهي كيفتحوا الباب ما كاين حتى حاجه. صافي هنايا العقل ما كيتقبلش داكشي. صافي هنا ولاو كيقولوا انه شي حاجه كاينه تمايا. مع الوقت هنايا داك الناس اللي كانوا ساكنين تمايا ما قدروش يصبروا حتى هما وقرروا انهم غادي يخويو. وهاد القضيه هادي بداو كيهضروا عليها بزاف د الناس، انتشرت في المغرب. بداو الفقهاء كيهضروا كيقولوا شنو تما، كيجيو كيشوفوا داك البلاصه. تخيل معايا الفيلات القصورة الفيلات الفري، ولكن ما تقدرش تسكن فيها، ولا سكنتي غتبرد. قولوا لي نتوما بعدا في التعليق. بعدا اول حاجه كتفرجوا ما كديروش متابعه الدراري والدريات، ديروا متابعه باش توصلكم اي حاجه. دابا نتوما كتبوا لي في التعاليق واش تقدروا تسكنوا في داك الفيلا ماشي اللي مسكونه، هي اللي كتسمع منها الصداع. والله انا ندير لها الفيلمي تنعس بها. نكملوا القصه ديالنا. صافي هنايا بداو كيجيو الناس، كيجينا واحد الفقيه وهو اللي عاود لهم شنو واقع تمايا. جا بدا كيدير داك الطقوس ديالهم كدا، وقال لهم بلي انه هاد البلاصه هادي بالضبط كانوا كيديروا فيها السحور. اي وحده كتمشي عند شي سحاره كدير داك السحور، كتجيو كتعلقوا في واحد الشجره هنايا وكيطمروه في هاد البلاصه هادي. كيطمروه في هاد البلاصه حتى ولات مملكه ديال الجن. ملي ولات مملكه الجن بالليل كيبقاو يحتفلوا بحال باقي داك الاحتفالات. مره كيديروا داك الانتصارات كل ليله كيحتفلوا. هنايا قرروا انهم حيت فقي واحد ما يقدرش يفتح داك الشيء كامل، واصلا الا بغاو يحيدوا من داك الدار داك الصداع وداك الشيء اللي وقع خصهم يفتحوا داك الكميسات كما نقولوا حنا ديال السحور كاملين، حيت مجموعين تمايا بحال جمعتيهم وكل ليله كيحتفلوا حيت باقي ما تفسخ داك الشيء. صافي هنايا كيجيو 30 واحد، 30 فقيه كل واحد مكلف بحاجه. صافي هنايا بداو كيفسخوا. باقي لحد الان شي وحدين كيقولوا بلي انه 4 ديال الفقهاء اللي ما شافوهمش، بحال اللي كانوا ضعافين. كانوا ضعافين هذوك وقع لهم شي لعبه، ضربوهم صيفطوهم في شي قانت. الجن بامكانو يضربك يصيفطك. انا ما كرهتش شي جن كيضربني يصيفطني لاوروبا، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صافي هنايا قرروا بلي ان مي فتحوا داك الشيء كامل. هنايا رجعوا بعض الناس والامور تقادات، ما بقاو كيسمعوا لا صداع لا والو. الامور تقادات وداك الناس ديال داك الدار اللي كانت كيوقع فيها داك الشيء. الغريب في الامر ملي يفتحوا داك الشيء، ملي يفتحوه كيرجع لك الناس اللي كانوا في الاول في داك الدار سكنوا هما داك الشيء هذاك تابعهم هما. يعني داك السحور كاملين اللي داك 30 ولا اكثر نديروا لذاك الناس. تخيل معايا 30 الناس، داك الناس مسحورين ها وتابعهم داك السحور، ومي فكروهم داك البلاصه رجع ليهم عاوتاني ليه. صافي هنايا رجعوا عند داك الناس وقالوا بلي انهم ما يمكنناش نتا يفتحوك السحور، حيت الا فتحناك السحور المراه ديالك كتوفى. قال لهم صافي انا قادر نعيش بهذا الشيء هذا وما عنديش شي حل من غير هذا. وهذه هي القصه اللي كانت دارت ضجه في المغرب وبالرجوله انايا كنت سامعها.
وأكترية ما كانوش سامعينها، وقول لي حتى نتوما واش كنتو سامعينها قبل والّا لا، وبخصوص عطاوني بغيت أي قصة بغيتو ندويو عليها ولا كيعجبوكم القصص ديالي، وواخا كنبقى نزال في الهضرة، ما كنبغيش نطوّل عليكم، وهذا الشي ما كان الدراري والدريات والله يعاونكم.